صباح الفل. النهارده بقى فطيرة شرقي بالسجق، يلا بينا على طول. معايا 4 كوبايات من الدقيق، رشة ملح، معلقة من السكر، كوباية ونص لحد كوبايتين من المية حسب نوع الدقيق. بعد كده بعجنها كويس قوي، لازم تتعجن يا جماعة كتير جدا، يعني لمدة 10 دقايق. بعد كده بحطها بقى في طبق واحط عليها زيت واغطيها بفوطة تقعد نص ساعة ترتاح، وبعدين بشكلها كور، تعمل معايا 4 كور واغطيهم تاني عشان برضو يرتاحوا تاني نص ساعة. بعد كده على سطح بقى في سمنة، في زيت، في زبدة، طبعا احسن حاجة هي الزبدة. تفردي بقى، بصوا ما شاء الله ما بتفرد معايا كويس قوي، لا نشابه ولا حاجه، وما شاء الله ما بتلمش تاني، معنى كده انها ارتاحت كويس. وببتدي بقى بصوا افتح فيها كده عشان الهواء يخش لها، وتبقى ما شاء الله يعني مورقه وحلوه زي ما احنا شايفين. ببتدي بقى اتنيها نصين كده على بعض، يعني زي الظرف كده بقفله، واحط عليها السجق او اي حشوه انت عايزه تحطيها، واحط تشكيله مخللات، معايا زيتون، معايا فلفل كمان مخلل، معايا كمان جزر، وكمان معايا خيار. وببتدي احط الجبن، اي نوع جبن انت عايزاه، وبعدين اقفلها كويس واحطها على طاسه سخنه. اول ما احطها بخلي النار متوسطه عشان